مسيحيه انت، ما كاينش مسلمه. ايه مسيحية ليه؟ بلا كروم نورمال نيكي برك. شو؟ نورمال انت مسيحيه. ايه مسيحية، انا في مشكلة؟ مش كيسون فيها مشكله، فحتى وليتي مسيحيه وش هو الحاجه اللي خلاتك وليتي لي بارون العائلات بس لحظة شو بزقت؟ غنسقسيك سؤال وانت سقسيني. انا مسلم وانت مسيحيه، وش هو الحاجه اللي خلاتك انت وليتي مسيحيه؟ باغ اكزومبل لك شغل تسمني بالمسيحية مسيحية وقبلت مقتنعة بالموضوع. معليش انت لبنانيه عربيه، ما كاينش فرونساز ولا المو، باسكو انت غدوه كي معذبه في الدنيا وفي الاخره زبي. انت راكي معذبه في الدنيا وفي المشكلة الاخره. ما عم بفهم عليك، بس نهضر معاك انا نصفيك. المشكلة انت معذبه في الدنيا وفي الاخره. خير عليك. وش هو السبب؟ وش هو السبب؟ انت راسك كبير وطويل وراسك تعذبي في الاخره. انا قوريه انت. يا جماعة، عارفين أن مؤثر جزائري مسلم على تيك توك هدد بنت مسيحية لبنانية بالاغتصاب والقتل عشان لابسة صليب؟ أيوة، سمعتوا صح. سألها أنت لابسة صليب ليه؟ قالت أنا مسيحية لبنانية. اتعصب، قال حيبصق عليها، هدد يغتصبها ويقتلها، وقال المسيحيين ما يستهلوش غير التعذيب في الدنيا والآخرة. عنده 500,000 متابع. ده مش أعصاب، ده تعليم الدين بصراحة. الإسلام بيرتب المسيحي أقل، الصليب بيتشاف إهانة، الست بتتعامل كفريسة. وفي السيرة النبوية نفسه محمد بعد المعارك أخذ ستات من غير المسلمين وصاروا زوجات أو سبايا. السلوك موجود في المصادر، مش اختراع جديد. لما واحد ماشي بالميراث ده يشوف صليب، الاحتقار جاهز. يا جماعة، لو ساكتين على الكلام ده، الرسالة هتفضل إن دم المسيحي ورأس الست رخيصين. اتكلموا، ما تخلوش التهديد يعدي كأنه مزاح. لايف، لو عايز تعمل حاجة حقيقية وتبدأ حركة، فولو الصفحة دلوقتي وسيب كومنت تحت عشان الخوارزمية توصل لناس أكتر. شارك البوست مع أصحابك وفعل الجرس. لو عايز تدعمني، اشتري لي قهوة من اللينك اللي في البايو. والأهم حبيبي، اعمل حاجة حقيقية، اكتب بوست، اعمل فيديو بوجهك، اتكلم وشارك المحتوى ده بقوة من غير ما تستأذن حد.